صباح الخير عليكم، ورجعت لكم في اليوم الثالث من الاجازه، وده تقريبا اخر يوم في الاجازه النهارده. وطبعا النهارده برضو الجو حلو في فنلند، وهاخدكم معانا بالطريق. طبعا احنا قدامنا يوم طويل جدا جدا جدا، 9 ساعات. بس هنعمل ستوب في ايكيا. في ايكيا هنا، بما ان ما عندناش ايكيا في النرويج، او مش عارفه هي في النرويج ولا لا، بس في البلد اللي انا عايشه فيها ما فيش، سوري. كان في بس محل ممكن تعمل عليه ان انت اوردر ويجي على المحل ده، لكن مش زي بيك اب. بس ما فيش محل ايكيا هناك. فاحنا ايكيا اول ستوب لنا هتبقى من ساعتين من هنا، من فنلند لحد المكان اللي فيه ايكيا. وخليكم معايا وهوريكم البارك اللي جنب الاوتيل من بره شكلها عامل ازاي. دلوقتي الساعة عندنا تقريبا 10 الا ربع في فنلند، بس طبعا زي ما انتم عارفين في اختلاف ما بين فنلند والنرويج ساعة. وطبعا دي البارك اللي بره زي ما انتم شايفين، يعني مكان الناس بتتمشى فيه بالليل او الصبح. بس طبعا دلوقتي عشان الناس معرفش فيه شغل النهارده ولا لا، بس اكيد في ناس بتشتغل النهارده، يعني النهارده لحد هنا. بس زي ما انتم شايفين برضو مفيش يعني حركة كتير النهاردة. وطبعا احنا في الاجازة دي احنا قررنا ان احنا ناخد العربية. احنا عندنا عربيتين، بس عربية يعني قديمة شوية بنزين، وعربية بالكهرباء. فاحنا قررنا بصراحة ان احنا ناخد المرة دي العربية اللي هي بالبنزين، عشان اول مرة سافرنا فيها بالعربية اللي هي بالكهرباء 8 ساعات كان الموضوع شقاء جدا، لانك لازم تعمل ستوب ولازم العربية تشحن. وطبعا كل الهوكس اللي هم كانوا بيقولوه على العربية اللي بالكهرباء ارخص ومش عارفة ايه، كل الحاجات دي اي كلام، لانها بتاخد نفس الفلوس بتاعة البنزين واغلى كمان لما تيجي تشحن العربية. فخليكم معانا ومكملين في اليوم الثالث من الاجازة. ودلوقتي طلعنا على الطريق وابتدينا الرحلة اللي هتاخد 9 ساعات مننا. وده الطريق زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا زي ما انا قلت قبل كده والفيديوهات اللي قبل كده، الطرق هنا ما فيهاش اي حاجة خالص تنشاف، لان ما فيهاش ناس، ما فيهاش عربيات، ما فيهاش اي حاجة. فمش ما فيهاش حاجة اكسايتنج يعني. وخليكم معانا مكملين. في حاجة يا جماعة أنا لقيتها في فنلند ولازم أوريها لكم. حاجة يعني بصراحة هي صدمتني، بس هي حاجة حلوة مش موجودة في أي حتة في أوروبا. وخليكم معايا وأنا هوريكم أنا لقيت إيه في فنلند، مفاجأة. طبعا يا جماعة الصدمة اللي أنا لقيتها في فنلند ده مش موجود في أي حتة في أوروبا. مستحيل تلاقي شطاف في أي حتة في أوروبا. لكن في فنلند في كل الحمامات، في الاوتيل، في اي حمام بتقابله في فنلند في شطاف. دي يا جماعة بالنسبة لي صدمة وحاجة حلوة جدا. طبعا مبسوطة جدا 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 ان انا لقيت ده في فنلند، لان حتى في النرويج مفيش اي حاجة زي كده، ومش موجود في النرويج، ولا حتى عارفة اعمله في بيتي. دي يا جماعة ايكيا هنا كبيرة جدا جدا جدا. طبعا انا عارفه ان الناس كلها عارفه ايكيا، وان احنا عندنا في مصر ايكيا، بس ده كبير يعني. وهي اصلا ايكيا جايه من السويد، فهنا تلاقي عندهم الاختيارات اكبر وكل حاجه اكتر والمكان اكبر. يعني عندهم التشويسز اكتر من عندنا في مصر او من اي حته تانية في العالم بصراحه، لان انا رحت ايكيا كتير في حتت كتير في العالم، لان انا من عشاق ايكيا. طبعا اكيد في ناس كتير زيي من عشاق ايكيا، عشان حاجاتها سيمبل شويه. لان احنا عندنا في مصر انا عندي عقده شويه من الحاجات الكبيره اللي هما بيعملوها، والناس تعمل اوضه النوم كبيره والسفره كبيره وكل حاجه كبيره. هنا الحاجات سيمبل يعني. ده الباركينج بتاع ايكيا. طبعا هوريكم المدخل، وخليكم معانا هوريكم جوه شكله عامل ازاي. دلوقتي ده المدخل بتاع ايكيا. طبعا زي ما انتم عارفين
اللي بيدخل ايكيا لازم النظام بتاع ايكيا انك بتدخل لازم تلف على المحلات كلها او كل الديبارتمنت اللي في ايكيا عشان تطلع. يعني ما ينفعش تخش وتطلع من نفس المكان، المكان بيبقى مختلف. يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا داخلين دلوقتي ايكيا. طبعا احنا ماشيين، احنا جايين هنا عشان نشتري حاجات معينه لان حاجاتهم حلوه بصراحه. هي طبعا الناس اللي هم في ناس كتير رأيها بيختلف على ايكيا. في ناس بيقولك الكواليتي بتاعتها مش قد كده، وفي ناس بيقولوا ان الكواليتي بتاعتها حلوه. انا شايفه ان الكواليتي بتاعتها حلوه وكل حاجه فيها حلوه وسيمبل. فاحنا جايين نشتري بعض حاجات من هنا عشان نعمل البيزنس بتاعنا. طبعا هاخدكم معانا في البيزنس بتاعنا، هبقول لكم هو ايه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. بس زي ما انتم شايفين بصراحه انا بحب كل حاجتهم بصراحه، يعني انا من عشاق ايكيا. شايفين هو دايما هما بيبقوا عارضين المنتجات بتاعتهم كده كأنك يعني انت داخل الشقة عشان يحسسوك ان بس يعني لما تحب تشتري انا هشتري كده، يعني فاهم؟ تشوف الشقة كلها قبل ما تشتري زي كده. كل دي منتجات للبيع يعني كل حاجة. المكتب ده حلو قوي، المكتب ده عجبني، واسعارهم مش وحشه يعني ده مثلا ب 149 وهنا كورونا مش يورو. في فنلند يورو. دلوقتي احنا دخلنا دلوقتي على حدود السويد. هي الايكيا دي على منطقه على حدود السويد وحدود فنلند. لسه مكملين في الديبارتمنت بتاع الصوفة بتاع الكنب وبتاع ده حلو قوي عجبني. وده ايه بقى؟ ادراج. واو ده ادراجه كتير بصراحة. طبعا البيت عندي كبير فده ممكن يكون حلو جدا. واللمض بصوا يا جماعة، اللمض هنا حاجة ايكيا حلوة قوي. زي ما انتم شايفين هم عارضين الحاجة ازاي. طبعا هم عارضين الحاجة كده عشان دوت النظام بتاعهم علشان يجلبوا الزبون، يعني يبقى فيه الناس تشوف تقول بس منظر البيت هيبقى كده. يا جماعة احنا دلوقتي عندنا مشكلة. انا عجباني الترابيزة دي، انا مش عارفة اسمها ايه بصراحة بس مش مهم بالعربي. المهم ان هي ترابيزة للمكياج، وجوزي رأيه ان دي قديمة، شكلها قديم يعني زي عوجيزي يعني، وبيقول على دي احسن. دي بس ترابيزة واحدة. دي رأيكم ايه بقى؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات يا جماعة النبي عشان خاطري، عشان انا يعني عايزة اي حد يساعدني بس. وكده يا جماعة نبقى خلصنا الشوبينج بتاعنا في ايكيا. وطبعا ايكيا كان كبير جدا جدا جدا، فطبعا عشان ما زهقكوش فما خدتكوش معايا في كل الديبارتمنت اللي هناك. علشان كده دلوقتي احنا خلصنا واوريكم الشوبينج اللي احنا عملناه. طبعا يا جماعة ده كل اللي احنا اشتريناه طبعا حاجات كتيرة، عشان طبعا اللي مش عارف الحاجات دي هتبقى للشقة بتاعتنا اللي احنا هنأجرها للسياح. عندنا شقة وقررنا ان احنا هنأجرها للسياح، فهي محتاجة حبة حاجات. طبعا احنا مشتريناش كل حاجة جديدة لان احنا عندنا حاجات كتير هنحطها في الشقة. ده كان السبب اللي خلانا نيجي الايكيا اصلا، عشان كان في حاجات معينة يعني عايزين نشتريها عشان نحطها في الشقة. وطبعا انت هتبقوا معايا برضو واحنا بنوضب الشقة وبفرشها
علشان ان شاء الله نأجرها للسياح عندنا، لان احنا عندنا سياح كتير قوي 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 في البلد اللي احنا عايشين فيها في الشتاء. هما بيجوا الشتاء عندنا عشان يشوفوا النوردن لايتس. والنوردن لايتس ده بيبقى لون اخضر كده في السماء. طبعا انا مش هحكي لكم هو بيتفاعل ازاي او بيجي ازاي، لان مش دي القصه. واحنا قررنا عشان بيبقى فيه سياح كتير جدا 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 والبلد كلها بتبقى مليانه، ان احنا نعمل الشقه نأجرها زي الاوتيل يعني للسياح. ودلوقتي رجعنا على الطريق تاني، ودلوقتي مكملين طريقنا. من دلوقتي الساعة 2 عندنا 8 ساعات بالظبط لحد ما نوصل البيت. يعني قدامنا في الطريق 8 ساعات. طبعا الطريق هيبقى طويل علينا قوي، بس احنا هنحاول نعمل كام ستوب يعني لو ينفع. خليكم مكملين معانا. وكده يا جماعة نبقى وصلنا لنهاية الأجازة بتاعتنا في فنلند ورجعنا بيتنا. وطبعا رجعنا لقينا الجو حلو زي هناك بالظبط. بس طبعا في تلج لسه عندنا، يعني احنا اكتر بلد لسه التلج راسخ فيها زي ما انتوا شايفين كده. دي بالبلكونة عندي في تلج كتير جدا جدا، فمش عارفة بصراحة التلج ده هيروح امتى، لان الصيف خلاص ناقص عليه تقريبا شهر ونص. بس زي ما انتوا شايفين حتى مفيش اي حاجة خضرة في الشجر، بس ما علينا. لان الواحد لما بيعيش هنا في البلد دي، اوروبا نظيفة وكل حاجة وحلوة ونظام بس الجو بتاعها خنيق لدرجة ان الناس بيجيلها اكتئاب من الجو بجد. طبعا في ناس كتير قوي هتقولي يعني ايه اكتئاب، بس فعلا دي حقيقة، يعني حقيقة ان الناس بيجيلها اكتئاب من الجو. لما تلاقي الجو في الشتاء الدنيا ضلمة طول الوقت، في الصيف الشمس طالعة على طول، فلا بتعرف تنام في الشتاء ولا بتعرف تنام في الصيف، وكل حاجة بتبقى disturb. بس ادينا عايشين. وده تكون نهاية الأجازة بتاعتنا، وإن شاء الله بكرة رايحين الشغل والروتين هيرجع تاني، الروتين الرخم اللي أنا ما بحبوش. واشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي.